مشجع اهلاوي يتبرع لنادي الزمالك بفلوس. بقول لك اهلاوي، مشجع اهلاوي يتبرع لنادي الزمالك. لا انت هتكمل بقى للاخر كده وتصلي على النبي. في انباء بتقول، وطبعا انا هسيب المصادر كلها في التعليقات، انباء بتقول ومصادر بتقول ان في مشجع اهلاوي محترم تبرع لحساب نادي الزمالك. طيب تبرع بكام يا عم عمر؟ تبرع ب 85 جنيه وحوالي 45 قرش تقريبا يعني. تقول لي ياه، هو جاي على نفسه ليه كده؟ محول 85. ما تيجي بقى اقول لك معنى ال 85 ايه؟ ما هو مش تحويل وخلاص. في ناس بتقول ان ال 85 جنيه اللي حولهم دي ليها معنى واحد. وايه هو المعنى؟ ال 85 محمد مجدي قفشه دخل، كان صاحب القضيه في نادي الزمالك في الدقيقه 85، فراجل قصتها بكده. واحد تاني هيقول لي يا عم لا مش قصتها، يمكن راجل بيحب نادي الزمالك وتبرع. حلو خالص. انا عاوز اقول حاجه من وجهه نظر المتواضعه. ال 85 جنيه اللي حولهم الراجل الاهلاوي المحترم ده يشكر عليهم؟ لا يشكر، بصراحه شديده يشكر عليهم والله. يمكن راجل حابب نادي الزمالك وزعلان ان نادي الزمالك في الارض، بس انا برضو يعني عاوز اشارك برايي. احنا يا جماعه كلنا مشجعين للرياضه، اذا كان بقى كره قدم، كره طايره، مش عارف ايه، تنس، احنا مشجعين للرياضه. النادي اللي احنا بنشجعوه بيبقى نادي كبير وعريق. لما النادي ده بيقع احنا ملناش دعوه. تقول لي ازاي؟ واحد تاني طلع بيقول فكره، مشجعين نادي الزمالك حوالي مش عارف 60 او 70 مليون، لو كل واحد تبرع مش عارف ب 100 جنيه ولا ب 50 جنيه ولا ب 10 جنيه للنادي هنلم مبلغ كذا والدنيا هتبقى حلوه. طب مين اللي هياخد الفلوس؟ ما انا عاوز افهم. احنا هنتبرع ومين اللي هياخد الفلوس؟ اللعيبه هتاخد كام؟ عقد اللاعب، اقل لاعب هياخد له 10 مليون جنيه، 5 مليون جنيه. ده اقل لاعب، انا بكلمك على اقل لاعب بيلعب في الدوري بتاعنا، الدوري الممتاز بتاعنا. طب انا هطلع من جيبي، انا راجل بجيب يوميتي بالعافيه وشغال مكفي نفسي الحمد لله. انت كذلك الامر اللي بتشاهدنا، حتى لو عندك فلوس الدنيا. انا لا اتبرع للاعب اساسا مش محتاج ان انا ادي له فلوس. انا لا اتبرع لنادي انا ما استفدتش منه حاجه. انا راجل والله وبحلف لكم بالله بحب نادي الزمالك، بس فكره التبرع لا. هو بقى النادي يبيع لعيبه من عنده، يطلع لعيبه اعاره كده، اما احنا نتبرع. فمن وجهه نظري يعني حاجه اولا هتقلل من نادي الزمالك، هتقلل جدا. ثانيا احنا ما ينفعش حتى لو فكرنا ان احنا نتبرع لنادي الزمالك شكلها وحش.